بخصوص حادثة المسجد الأموي رح أحكي بنقطتين. النقطة الأولى أنه أبو عمر أخذ خواريفه ونزل على سوريا، قرر أنه يعمل وليمة. مثله ومثل كتير حبوا أنه هن يعني يستغلوا الترند انه سوريا تحررت وكذا وكذا ويترزقوا من وراء الموضوع. اوكي، مثله مثل كتير، لانه في كتير عملوا هيك، بس هو اللي عمل خطأ، يعني خطأ جسيم، خطأ كتير كبير، بانه ما كان في تنظيم، ما كان في اي نوع من ترتيب المكان، والمكان أصلاً ما مناسب لهيك أشياء، وما بعرف قصص التراخيص وإلى آخره. هو مثله مثل كتار يعني، على فكرة مو بس هو الوحيد. أتمنى المرات الجاية شيء الله يرحم يلي توفوا بهاي الحادثة ويشافي اللي تأذوا. أتمنى بالمرات الجاي إنه يكون في تنظيم لهيك ترندات، لأنه صدقوني لسه أبو عمر نزل على سوريا، بس لسه في عندكم شي 50-60 شيف سوري وعربي رح يروحوا كمان ويعملوا ولائم. أتمنى يكون في تنظيم. أتمنى أنه يتم توزيع الوجبات مثلا على البيوت. بتقدر تطلع على الترند على فكرة هيك تتعربش إذا وزعت الوجبات بدون ما تظهر وجوه الناس، بتقدر ماشي، ورح يصفقوا لك الناس وتطلع ترند وعين الله عليك. النقطة الثانية اللي رح أحكي فيها هي، شفت كتير أشخاص عم بيلوموا السوريين أو عم بيلوموا الناس يلي توفوا بالحادث، إنه لا لهالدرجة السوريين مشان وجبة، مشان مدري شو، مشان. حبيبي، مو كل الناس تقبض بالدولار مثلك ومثلك. مو كل الناس بسوريا وضعهم المعيشي بيأهلهم إنه هن كل يوم ياكلوا لحم وشحم، وكل يوم. مو كل الناس يعني، عرفتوا، مو كل الناس ساكنين بأحياء راقية. يلي نزل على سوريا وشاف بيعرف إنه سوريا يعني 3/4 مدمرة على الأرض. هاي البيوت اتدمرت، أهاليها صفيوا بلا بيوت. ففي أشخاص تخيل رح أصدمك بالحقيقة، في أشخاص ما دخلت اللحمة على بيتها من 2-3. تخيل، رح أصدمك. صدمت. أكيد هن رح يحبوا إنه مثلا لما في وليمة أو الأكل مجاني أو ما كانوا هيك السوريين، صدقوني هذا كله على زمن بشار الأسد. فرح يحبوا إنه هن مثلا يدلوا لأولادهم شوي. وين الغلط يعني؟ فأتمنى أنه بدل ما نلوم الضحايا نلوم الفعل. يعني نحن عم ننقد التصرف، عم ننتقد التصرف نفسه، مو أبو عمر فكرة، هو الفكرة لا تموت، لأنه بعدين رح يجي كتير أبو عمر وأم عمر وأم حدو وأب زكور وغيره كلهم رح يجوا يعملوا ترندات. فنحن عم ننتقد التصرف نفسه. فليكون هيك بس في تنظيم أكتر، في حال حبيتوا تركبوا الترند على ظهر سوريا والسوريين، بس نظموا الأمور أكتر بطريقة هيك سلسة وتضمن سلامة الناس.